السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني الغاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يوم جديد وروتين جديد ان شاء الله نكون مع بعض فيه، وبتمنى يا رب ان هو يعجبكم وينال رضاكم. بس لو عجبكم ما تنسونيش بقى باللايك والشير علشان الفيديو يترفع. ولو لسه اول مرة بتشرفوني في القناة وبتشوفوني جديد، ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتضغطوا على علامة الكل علشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتي. اول حاجه هعمل بيها، كان عندي بقى شويه غسيل كده شغلت عليهم الغساله وخدتهم. اول حاجه لما بشغل الغساله الاول بحس ان انا خلصت شغله كبيره كده، والتنشير في اول النهار خلاص خلصتهم. لو سبتهم مش هيخلصوا وهركنهم لاخر النهار. بعد كده بقى رحت داخله على المطبخ وعامله الغدا. غليت بقى شوية مية، حطيت عليهم بصل، حطيت طماطم. كان عندي نص كيلو من اللحمة، وكان الجزار حاطط لي كده كام قطعة عظم علشان يحلوا الشوربة، حطيتهم هما كمان. استنيت لما المية تغلي وحطيت الحبهان ورق اللورة وحطيت اللحمة وسبتها بقى علشان تتسلق. حطيتها على العين التانية كده علشان اعمل الرز. حمرت الاول الشعرية وخليت بقى اول ما اللحمة غلت معانا وبدأ انها تطلع الريم بتاعها، طلعته كله في طبق ووطيت عليها، يعني خليت النار وسط كده علشان تستوي براحتها. حمرت بقى الشعرية وحطيت عليها الرز بتاعي، الرز المصري. طبعا لو هتعملي الرز المصري كوباية يبقى هتحطي عليها كوباية وربع من المية. فبعد بقى ما الشعرية اتحمرت حطيت الرز يتشوح كمان وسخن معاها، وحطيت مية من الكاتل المغلية علشان الرز معاكي بقى يطلع مفلفل وتعملي احلى رز مصري او رز بشعرية اكلتيه. ظبطت الملح بقى وقفلت عليه كده وسبته على نار هادية لحد ما يستوي. هنيجي بقى، كان عندي قلقاس كنت مخزناه في الفريزر، قلت خلاص بقى اعمل شوية قلقاس كده مع الاكل بتاعنا. حمرت البصلة وحطيت الطماطم عليها، وهسيب بقى الطماطم لحد ما تتسبك. القلقاس انا مخزناه من رمضان، بس ما شاء الله عليه كان طري وزي الزبدة، والله كان جميل جدا جدا. كل ده علشان انا بجيب القلقاسه بتبقى مدوره وتبقى العنقود بتاعها من فوق كده حمرا، وبمسحها بس اغسلها كويس من بره وامسحها انشفها كويس قبل ما اقطعها. بعد كده بقطعها بقى واحطها في الاكياس. اهم شيء ان القلقاس ما يجيش عليها اي ميه خالص بعد التقطيع. وبعد كده بحطها في الاكياس وفي الفريزر بطلعها زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله بيبقى زي الزبد. انا ما عنديش حد كتير بياكل قلقاس، دي كان علشان كده بعمل كميات صغيره في الاكياس. فدي كانت كميه صغيره، هي باينه ان هم كتير قوي بس هم لا، كانوا طبقين اتنين. اكلنا منه اول يوم طبق وتاني يوم اكلنا طبق كمان. بقى هنا سبت بقى القلقاس لحد ما يستوي وحطيت التومة علشان نعمل الطشة. انا طبعا من رمضان كنت عاملة برطمان صغير حاطة فيه الخضرة وكمان السلق، وكنت محمراهم على البوتاجاز وحطاهم في الفريزر. لما بحب اعمل القلقاس بطلع كده معلقة على طول جاهزة، فبحمر التوم الاول وبعد كده احط عليه السلق بتاعي. لكن انتي لو هتبقي عندك السلق لسه اخضر والخضرة، يبقى بتحطي السلق الاول في السمنة وتسيبيهم لما يتشوحوا وينزلوا ميتهم وكمان يحمروا معاكي. بعد كده تحطي التوم علشان ما يتحرقش من الاول. خلصنا بقى القلقاس بتاعنا، حطيناه على نار هاديه وطلعنا اللحمه كانت استوت. بحب اديها تشويحه كده بالسمنه البلدي واحط عليها شويه ملح وفلفل، بتبقى حلوه قوي. وده كان غدانا اليوم ده. عملت بقى القلقاس والرز بالشعريه زي ما انتم شايفين مفلفل وجميل جدا، واللحمه كمان، والشوربه زي ما انتم شايفين رايقه ازاي. اي ريم كده علشان بيبقى شايل زفاره بتشيليه اول باول، فبتلاقي الشوربه معاكي رايقه وحلوه قوي. وبعد بقى ما اتغدينا وشربنا الشاي كده وقعدت شويه، ندخل بقى على الحوض بتاعنا والمطبخ بتاعنا نقفله. عامه انا بسيب المطبخ يوميا نظيف زي الفل. والصبح بلاقيه طبعا بيتكاثر المطبخ، الحاجه الوحيده والحوض الحاجه الوحيده اللي بتتكاثر. ده طبعا من بواقي الاكل بقى بعد ما شلنا الاكل الاطباق وشربنا الشاي واللي عايز ميه، عايز يعمل عصير، عايز، فكل ده اتراكم عندي في الحوض. وسبت لكم الحوض زي ما هو بالظبط عندي في المطبخ علشان تشوفوه. ما احبش بقى ان انا ارتب وانظف وابان ان انا الدنيا عندي زي الفل، ودي ما تكونش طبعا الحقيقه. انا سبت لكم كل حاجه علشان انا حابه ان انا اعيش معاكم الواقع الوقت بوقته. ما احبش ازيف اي حاجه. تشوفوا الحوض بتاعي زي ما هو، تشوفوا بوتاجازي زي ما هو، مطبخي زي ما هو، وننظف معاكم ونرتب كل حاجه. ما بحبش ان انا اجمل الدنيا علشان ابان ان انا ست نظيفه قوي
وكمان دي ما تكونش الحقيقة بصراحة، لا ما بحبش كده. انا حابة ان انا ابقى معاكم على طبيعتي وتشوفوا كل حاجة زي ما موجودة عندي في البيت بالظبط. بدأت بقى ان انا اغسل المواعين بتاعتي كلها. بدأت بالكوبايات الاول، وزي ما قلت لكم الفيديو اللي قبل كده، انا بشيل طبعا كل المواعين بتاعتي الاول من الحوض علشان ارتب وانظف حواليا. بحطهم عندي على الرخامة ورايا كل المواعين او على البوتاجاز. وببدأ ان انا اجزأ كده، اخد الاول الكوبايات اغسلها كويس زي ما انتم شايفين كده. بعد كده الاطباق اغسلها، ده بيسهل عليا كتير علشان الحوض ما يتسدش عندي، ما يملاش ميه كتير. لا كده بيبقى اوفر ليا واسهل ليا كمان في الغسيل. وبيبقى الشكل كمان حاسه ان انا مرتاحه نفسيا لما الاقي الحوض حواليا نظيف كده. ببقى مرتاحه نفسيا وانا عماله بشتغل فيه، وبحس كده بسهوله، يعني اخلص جزء جزء خلاص كده بلاقي نفسي ان انا بسحب من ورايا في الاطباق والمواعين، بلاقي نفسي اني كده خلصت. عايزه كمان بقى ان شاء الله اجيب لي صفايه، كان عندي واحده واتكسرت، هجيب بقى واحده صغيره احطها على الحوض كده علشان احط عليها الكوبايات، احط عليها الاطباق بتاعتي دي تصفي خالص قبل ما احطهم في المطبقيه فوق. انا ساعات بجيب الصينيه واكفيهم عليها كده، يعني اقلبهم عليهم كده كل الاطباق بتاعتي على الحوض لحد ما تنزل الميه بتاعتها كلها، وبعد كده احطها في المطبقيه. بس انا ان شاء الله هنزل اجيب صفايه صغيره كده احطها، حتى احط عليها الكوبايات تبقى سهله جنبي كده على الحوض. غسلت كل بقى طبعا المعالق وغسلت كل حاجه. ولو اخواتي حبايبي عجبهم الفيديو ووصلوا معايا لغاية هنا، ما ينسونيش بقى في اللايك علشان الفيديو يترفع. زي ما قلت لكم انا بقالي كتير قوي، ازيد من سنة تقريبا، دخلت على سنة ونص ما بشتغلش في القناة، وبدأت بقى ان انا احط فيها فيديوهات واشتغل فيها. فان شاء الله مش عايزين نكسل ومش عايزين ان احنا نقعد تاني. فاخواتي حبايبي بقى ما ينسونيش باللايك، واخواتي حبايبي اللي عملوا لي اشتراك في القناة اهلا وسهلا بيكم. واخواتي برضو حبايبي اللي قبل كده اهلا وسهلا بيكم، والله وحشتوني كلكم. انا اصلا ما بلاقيش نفسي غير معاكم كده في وسطيكم وانا بعمل فيديوهات، ده عندي بالدنيا كلها والله. بعد كده بقى بعد ما خلصنا المواعين بتاعتي كلها، جبت الازايز دي كانت فاضيه، غسلتها كويس جدا بقى زي ما انتم شايفين كده. بحط فيها الليفه من جوه وادعكها من جوه ومن بره، وكمان الحلق بتاع الازازه. انا عندي شويه من الازاز وعندي كمان البلاستيك، بس ده البلاستيك اللي هو الصحي اللي هو ينفع للشرب او يتملى كذا مره، مش استخدام مره واحده. فبغسلهم كويس جدا، وبغسلهم كمان بعد كده كمان بالخل، على اساس ان هم يبقوا نضاف ويفضلوا بيلمعوا على طول، ما يبقوش طافيين كده ويبقى فيهم تراكمات. فدايما اغسل الازايز دي كويس جدا. بعد ما لينا الازايز بقى وجينا للبوتاجاز، زي ما انتم شايفين من بواقي الاكل ومن الطبيخ بتاعنا البوتاجاز بتاعنا عامل ازاي. طبعا والله انا ايدي في البوتاجاز يوميا عامه، يعني مش عشان التصوير بس، ده اللي انا بعمله يوميا في المطبخ بتاعي. معرفش اطبخ كده واسيب البوتاجاز يبات وانتوا زي ما انتوا شايفين كده الحوض يبقى عليه مواعين كتير ولا اي حاجه. يوميا بعمل كده، احس براحه نفسيه. بعد كده بقى لما ادخل المطبخ بالليل اجيب اي حاجه، مع اني بصحى الصبح الاقيه برضو مكركب وكل حاجه من بالليل طلبات، اللي عايز فشار، عايز ياكل، عايز عصير، عايز، بس مش مشكله عندي. المهم ان انا ببقى نايمه كده، واخر النهار بحس براحه نفسيه لان البوتاجاز نظيف وبيلمع زي الفل. الرخامه نظيفه، كمان الارضيه بيبقى حاجه راحه نفسيه. عامه تحسي براحه نفسيه لما بتبقى شقتك نظيفه جدا وبتبقى مرتبه. يا رب بقى كل اللي بيتفرج على الفيديو ووصل لغاية هنا تكون اديتكم طاقة ايجابية، تقوم كده نشيل الكسل اللي احنا فيه، ونبدأ بقى ان احنا ننظف الشقة بتاعتنا، ندخل المطبخ، نسيب الموبايل شوية او تحطيه كده وانت بتسمعيني، وبعد كده تنظفي الحوض، تغسلي مواعينك. ما تسيبيش الكسل يخليه او الوقت يسرقك ويخليك ان انت تسيبي حاجات تتراكم عليكي كتير. المطبخ، الاوض، اي حاجه، خدي حاجه كل يوم. لو ما تقدريش تعملي مثلا الحاجات ورا بعضها، خدي حاجه. هنا بوريكم بقى اني خلاص خلصت كده الحوض، وزي ما انتم شايفين البوتاجاز غسلته وخليته زي الفل، والمرايه بتاعته كمان، يعني انا كنت هصورها لكم بس هي يعني بتجيبني. وهنا كمان الرخامه دي اللي انا ببقى شغاله عليها. انا عامه المطبخ بتاعي هو طويل بس صغير، يعني في العرض صغير لكن هو طويل قوي
قوي، واخد حاجتي كلها، واخد الفريزر، واخد التلاجة، واخد كل حاجه. فالمطبخ ده بتاعي قديم، دي الرخامه القديمه، فانا ما غيرتش المطبخ لان انا مطبخي كان اصغر من كده كتير. هو ياخد بصراحه مطبخ اكبر، بس انا لسه ما عملتهوش. يعني الخطوه دي بعد كده ان شاء الله ان احنا نرتب بقى، لو هستقر في الشقه دي هحط بقى اعمل مطبخ كبير برخامه كبيره، على اساس ان انا يبقى عندي رخامه كبيره. لكن هو المطبخ نفسه طويل، ياخد حاجات كتير قوي. يعني هو طويل قوي ما شاء الله، لكن في العرض هو عرضه تقريبا 180 سنتي او مترين كبيره. مسكت بقى الرخامه بتاعتي ودعكتها كويس جدا بميه، وحطيت فيها شويه خل، وبعد كده مسحتها بالمناديل دي. ومسحت كمان بقى البراطين بتاعت الشاي والسكر الشجر، زيت الزيتون اللي انا حطاه، الخل، مكنه القهوه. مسحت كمان التلاجة، انا ما بينتهاش. مسحت كمان الاير فراير. خليت كل حاجتي، اي حاجه في المطبخ مسكتها مسحتها، الحيطان مسحتها، خليتها زي الفل. كده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم، ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم.